الأصدقاء الأعزاء صديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. تحملونا شوي لأنه عم نكتر فيديوهات لأنه الواقع السوري والحالة السورية تقتضي التركيز على بعض الأمور والقضايا والملفات والأحداث، وتملي علي أن أدلو بدلوي وأذكر وجهة نظري وأبدي الموقف اللازم حيال هذه القضايا والملفات والأحداث. في هذا الحديث في هذا الفيديو هنالك مجموعة من الأمور سأحاول التعليق عليها. منها ما هو متعلق آه، بالحكومة الحالية، حكام سوريا الجدد. منها ما هو متعلق بواقع الحال في شرق الفرات وموضوع قسد، والمدافعين قسد عن قسد وكارهي قسد ومناهضي قسد أو المناهضين للكرد والحقوق الكردية مهما تذرعوا. فواضح يعني من الموقف أنه قسد حجة ودريئة ومنصة أولية لاستهداف الحالة الكردية، القضية الكردية، مطالب الشعب الكردي في سوريا. أحيانا أيضا بعض الكرد نتيجة السطحية والانفعال والسذاجة ينجرون أو يكونون المعادل المعاكس لهؤلاء المضاهدين للكرد عبر إبداء مواقف يعني متشنجة وانفعالية تعكس يعني ردود أفعال. هي مش أفعال، هي عبارة عن ردود أفعال. أولا نشر وزير الخارجية الحالي السوري أسعد الشيباني تغريدة على منصة إكس باللغة الكردية وباللغة العربية. يعني بصرف النظر إذا الأستاذ أسعد الشيباني يجيد اللغة الكردية أم لا، أم كتبها، أم عاونه أحدهم في ترجمة هذه التغريدة. بكل الأحوال الموضوع جدا جميل، جدا إيجابي، وأنا شخصيا رحبت بذلك. هذه أول مرة في تاريخ سوريا المعاصر على امتداد قرن يطلع مسؤول سوري يكتب تغريدة أو يخاطب الكرد بلغتهم الأم ويخاطبهم باللغة العربية أيضا، على أنه الأكراد ظلموا وسنحاول أن نبني سوريا جديدة. كلام إيجابي، طاقة إيجابية. شخصيا ينبغي على الكرد الترحيب بذلك. بعض الكرد يعني أنه هو كلام لا قيمة له. لا، له قيمة. هذا الكلام عندما يصدر من مسؤول له قيمة. وما هي قيمة هذا الكلام؟ أولا كوثيقة، السبق. يعني عندما نأتي ونتحدث عن المسؤولين السوريين منذ 100 قرن، مين نشر باللغة الكردية؟ سيكون اسم أسعد الشيباني في طليعة هذه الأسماء. ربما يعني هنالك يعني يقتدي أو من يقتدون أو يحذون حذو أسعد الشيباني ويحاولوا أن يكتبوا كلام بالكردي. هؤلاء الذين قالوا أن هذا الكلام لا معنى له وينبغي أن يكون مقرون بالأفعال، يعني أنا لست مع التقليل من أهمية هذا الكلام. يعني الفنان السوري مازن الناطور حكى كم كلمة باللغة الكردية، الكرد احتفوا بهذا الكلام ويستحق
موقف مازن الناطور الاحتفال، لأنه كمان هو أول ممثل سوري عربي يتكلم باللغة الكردية ولو بضع كلمات بسيطة يعني. فهذا شيء إيجابي، شيء مبشر وباعث على الأمل وطاقة إيجابية. أنا ما بعرف ليش بعض الأكراد هيك يعني يتململون ولا يأخذون الأمور هكذا بإيجابية يعني. طبعا الكلام ينبغي أخذه على محمل الجد وتسجيله على الحكومة السورية الحالية، لأنه وزير خارجية ومش مسؤول أو موظف من الدرجة العاشرة في الحكومة السورية. حاليا هو يمثل سوريا، فإذا كتب تغريدة باللغة السريانية أو بالتركمانية أو بالأرمنية فهذا شيء جدا إيجابي يعني، وأنا أطالبه أن يخاطب السريان أيضا باللغة السريانية. أشكره على مخاطبة الكرد باللغة الكردية، وهو ابن المنطقة حسب ما عرفت أنه هو من محافظة الحسكة. وأدعو أن يخاطب السريان باللغة السريانية، الأرمن باللغة الأرمنية، لأنه قضية الأقليات في سوريا مش محصورة في الموضوع الكردي أو قضية الشعب الكردي في سوريا، لا، القضايا القومية في سوريا والقضية الأرمنية، القضية السريانية، القضية التركمانية، يعني هي الأبرز القضايا القومية الموجودة في سوريا. وبالتالي هنالك من يحاول أن يصدر أنه بس القضية الكردية هي القضية القومية. لا، وأنا أؤكد على ذلك أن هنالك قضايا أخرى. فيا حبذا يعني أنه يكتب الأستاذ الشيباني كمان شيء إيجابي وطاقة إيجابية يرسلها للسريان ويرسلها للتركمان وللأرمن، وكل هذه التفاصيل الجميلة، تفاصيل سوريا الغنية والثرية والجميلة. هذا شيء إيجابي. أنا ما بعرف ليش بعض الكرد، مش الكل، بعض الكرد هيك يعني لما بيكتب واحد إسرائيلي تافه ربما يكون شخصية وهمية كمان مش حقيقية، تغريدة على تويتر ويصار إلى الاحتفاء بهذه التغريدة، وعندما يعني مسؤول سوري حالي يمثل سوريا الحالية من على مستوى وزير الخارجية يطلق كلاما إيجابيا، ينبغي أن يرد عليه بكلام أكثر إيجابية، بمواقف أكثر إيجابية. نعم يعني، ومن ثم نطالبه بترجمة هذه الأقوال إلى أفعال. أنا هكذا أفهم الموضوع يعني. الحكمة والسياسة والمرونة والإيجابية هكذا تملي وتقتضي على النخب الكردية والنشطاء الكرد أن يتفاعلوا بإيجابية مع ما هو إيجابي يصدر من دمشق، سواء كان من أحمد الشرع أو كان من وزير خارجيته أو كان من وزير الصحة أو من وزير التربية، وأي مسؤول، أي مسؤول يصدر منه كلام إيجابي ينبغي أن يلقى بعشرة أضعافه من الكلام الإيجابي. من ثم نطالب بترجمة هذه المسائل إلى الأفعال، إلى تطبيقات عملية. كيف سنبني سوريا معا؟ يعني هو يذكر الرجل سيبني سوريا الجديدة معا مع الكرد، بدون هذا مؤشر إيجابي أنه لا سوريا جديدة بدون كرد، كذلك لا سوريا جديدة بدون سريان، لا سوريا جديدة بدون تركمان وأرمن، لا سوريا جديدة بدون علويين، لا سوريا جديدة بدون دروز، بدون إسماعيليين، بدون مرشدية، لا سوريا جديدة بدون لادينيين. كل هؤلاء سوريون وهم شركاء في هذا الوطن وشركاء في الدولة. يعني الدولة ملكية عامة، الوطن ملكية عامة، يعني شراكة عامة يعني تجمع أبناء هذا البلد، فالكل له حصة، كل له سهم في هذا البلد معا.
نبني هذا البلد معا، نتجه نحو المستقبل. في تقديري كلام جدا إيجابي، وأنا أرحب به، يعني بوصفي يعني سوري وكردي وكاتب ويعني أشتغل في المجال العام. مثلا يعني أنا وهي أقولها يعني، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان كردي الأصل، كردي، وهو لم يذكر حتى الآن كلمة مثلا باللغة الكردية، بينما أنا يمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمكن مرة يعني أو سمعت أنه صدر عنه عبارة أو عبارتين باللغة الكردية، هذا شيء إيجابي. لكن الكردي هاكان فيدان لم يصدر منه حتى الآن كلام باللغة الكردية. الرئيس الإيراني تكلم باللغة الكردية، نعم. وزير الخارجية العراقي وكردي وتكلم باللغة الكردية. الرئيس العراقي الحالي والسابق والأسبق أكراد تكلموا أيضا باللغة الكردية، هذا شيء إيجابي. المزعوج من هذا الكلام، أنا أعتقد أنه هذا الكلام لا يريح العنصريين والبعثيين السابقين والبعثيين الحاليين في لبوس جديد، يعني غيروا جلدهم. هذا الكلام كلام الصادر عن الشيباني لا يريح هؤلاء المناهضين واللي بيستهدفوا موضوع قضايا الأقليات في سوريا، وبدهم سوريا نفس سوريا البعث السابق، يعني لا تعترف بالشعوب، لا تعترف بالمكونات، لا تعترف بقضايا الأقليات، لا تكون يعني دولة بالفعل دولة إيجابية، دولة محايدة على مسافة واحدة من كل مكونات الشعب السوري. كلام أسعد الشيباني يزعج هؤلاء. أنا رأيي يعني كمتابع للوضع، أنا أتابع يعني وأرحب بهيك مواقف، يعني ورحبت بالموقف اللي صدر عن أحمد الشرع وكلامه الإيجابي الطيب أثناء يعني الصديق والزميل عمر شيخ إبراهيم أخذ منه تصريح فيما يتعلق بموضوع الكرد وما يتعلق بموضوع عفرين، يعني داخل القضية الكردية الملف الكردي تحظى عفرين بمكانة أساسية واستراتيجية ومؤلمة بالنسبة للكرد السوريين. قياسا على هذه الأقوال الإيجابية التي صدرت من أسعد الشيباني، يعني من الحكومة المؤقتة ومن وزير خارجيتها ممثلة بأسعد الشيباني، مطالبة تركيا بالكف عن استهداف وحدة الأراضي السورية والسيادة السورية والمواطنين السوريين، أنه خلاص موضوع اتقصت، نحن بنحل، نحن الدولة، نحن سنحل هذه المعضلة، معضلة قسد الحكومة السورية وكذا. أنتم ما عاد لكم علاقة، لا تبعثوا أبو عمشة ولا المقاتلين ولا المرتزقات بعيدكم يهاجموا قسد، هذا موضوع داخلي رح نحله في حال شفنا أنه نحن بعازة أو تخدمونا في القضايا ووصلت الأمور إلى طريق مسدود، وقتها سنطلب منكم بشكل رسمي تعالوا عاونونا لاستئصال قسد مثلا. يعني الآن يفترض بالحكومة الحالية أن تطالب تركيا أن تتعامل مع تركيا بشيء من الندية. هم الآن يمثلون السيادة السورية، الحكومة السورية، الشعب السوري، الدولة السورية. فأول خطوة إيجابية لترجمة أقوال أسعد الشيباني هو مطالبة تركيا بشكل رسمي بالتوقف عن انتهاك السيادة السورية، وفي حال تمادت تركيا ما نخبزهم خبز العباس، لكن نطلب السفير السوري أو السفير التركي نستدعي إلى مبنى الخارجية السورية ويبلغ بشكل رسمي يعني اعتراض سوريا واحتجاج سوريا على انتهاكات تركيا للسيادة السورية. كثير من النشطاء
الوطنيين اللي بينضحوا وطنية يعني بنشوفهم انه ضد المقاتلين الاجانب بس في قسد. اما المقاتلين الاجانب يجنسوا ويمنحوا جنسيات، عدلوني مقاتلين اجانب كانوا معنا ولم يكونوا ضدنا. ما في خيار وفأوس في الموضوع. المقاتلين الأجانب منبوذين في قسد، ينبغي أن يكونوا منبوذين في كل الفصائل. هذا كلام يعني ما في خيار وفأوس مثل ما قلت في هذه القصة. لكن هم مع مغادرة الإيراني ومغادرة الروسي ومغادرة المقاتلين الأجانب داخل قسد، ومع الوجود التركي في الشمال السوري، هو احتلال. هذا احتلال. انت يا ناشط، يا كاتب، يا باحث، يا سوري عربي مناهض لقسد، اشوفك حريص على الاراضي السوريه التي تحتلها تركيا. يعني المذيع اللي معاذ المحارب كان بيسأل المسؤول مسألة انتم شلك مع تركيا، اكرادوا لهم قضيه؟ لا، العربي له قضيه. العربي اللي قد معاذ محارب ما بيعرف انه هنالك نشطاء عرب ايضا يعني سجنوا وطردوا وتمت ملاحقتهم من قبل السلطات التركية. بيعرف هذا الشيء، بيعرف. وانا مطلع على واقع السوري داخل تركيا، وكيف الاعلاميين والنشطاء يعني وصل بهم حال الرداءة والسخافة إلى أنه يشتغلوا عند المخابرات التركية كتيبة تقارير ويطقوا براغي لبعض. هذا أنا بعرفه وهو كمان بيعرفه. مش بس هيك، يعني تركيا الآن تحتل أراضي سورية أضعاف ما تحتله إسرائيل. وهذه الأراضي السورية يعني التي تحتلها تركيا فيهم عرب، مسكونين عرب. فهي هي قضية المواطن العربي اللي بالحسكة، اللي بالدير، اللي بالرقة، اللي بدرعبي، وكل المواطنين. يعني الموقف من تركيا هو مش نحصره بموقف كردي تركي. يعني هذا تضليل وزيف وتصدير ل... يعني كلام هش ومتهافت. انت يا عربي شو لك مع التركي تكون ضمن قسد ولك مواقف من تركيا؟ هذا كلام يعني واضح. يعني المآلات والخلفيات. اثنين، مطلوب من أسعد الشيباني ومن الحكومة السورية الحالية لكي تترجم هذا الكلام الإيجابي إلى أفعال، هو يعني بالدرجة الأولى طرد أبو عمشة وكل الموجودين من عفرين. خلص، هاي غوطة دمشق ودمشق وحمص وريف حمص، كل الأماكن اللي كانت التي هجر منها السوريون النازحون السوريون وجرى توطينهم في عفرين، انتهت العملية. يعني الكلام الذي كان يقال انه نحن ضيوف وما رح نبقى وما رح نستوطن ونسكن بيت العفريني وارض المواطن الكردي العفريني، بس تتحرر ارضنا وبلادنا، حيتحرر. تفضلوا اشوفكم ترجعوا. يعني ما تتخذوا من عفرين مصيف، ومن يعني ومن دمشق وغوطة دمشق مشتى هون كمان وهون كمان. لما بيصير هذا الكلام. إذا الحكومة السورية الحالية من أولوياتها الداخلية وضع خطة لإعادة يعني العرب اللي استوطنوا تلك المنطقة في مرحلة معينة، في مرحلة مؤقتة، وإعادة السكان الأصليين إلى ديارهم، إلى بيوتهم، إلى أراضيهم. هذا كمان مطلب وطني ديمقراطي إنساني ينبغي لحكومة الشرع والشيباني أنه يترجموا هذا الكلام الإيجابي إلى أفعال. هذا عن قضايا أخرى ومسائل أخرى يعني كثيرة يعني تنتظر لكي يترجموا أقوالهم إلى أفعال.
الموضوع الرئيسي في هذا الفيديو هو موضوع قسد. الكثير من المؤيدين والقسديين فهموا موقفي من يعني في ما برنامج ما تبقى على أنه دفاع عن قسد، والكثير من المناهضين وبما فيهم يعني المذيع يعني فهم أنه أنا كمان أدافع عن القسد. يعني القسديين والمعارضين للقسديين فهموا أنه أنا مدافع عن قسد. لا، أنا لا أدافع عن قسد بصورتها الحالية. أتكلم بلغة واضحة ومفهومة. أنا ضد قسد عندما تكون تحت هيمنة حزب العمال الكردستاني، مذعنة لسلطة وقرار حزب العمال الكردستاني. لكن أنا مع قسد عندما تتحرر من هذه الهيمنة ومن هذا التسلط القنديلي. كلامي واضح. هذا من جهة. أنا مع يعني توجيه الانتقاد وأنتقد قسد كثيرا، لكن عندما يكون هنالك في شيء يعني انتقادات من دون وجه حق. يعني لو الانتقادات تستند على أرضية رصينة وفيها مهنية وموضوعية وأداء إعلامي متوازن فعلا على الرأس وعلى العين. لكن عندما كما يقال يعني بالكردي بيبختي، يعني بيبختي كيف أترجمها للغة العربية؟ يعني هنالك قصدية وتعمد في الشيطنة والتشويه. لا، هذا وقت ذاك يعني أنا من يعني كواجب إعلامي وواجب ثقافي أنا أكون ضد التحريف وضد التضليل وضد الشيطنة. هذا من جهة. من جهة، عندما تكون هنالك في فترة زمنية ما مفاوضات ما بين قسد ما بين أطراف أخرى إقليمية دولية لحلحلة هذه المعضلة، أنا سأكون طاقة إيجابية مساهمة إلى يعني ودافعة باتجاه طاقة إيجابية مساهمة في تنقية الأجواء، عدم توتيرها، عدم نشر الكراهية، ضد نشر الكراهية والأحقاد وإذكاء نيران الأحقاد لأنه ستلتهم الجميع يعني. فمجمل يعني أنا هذا موقفي، آه وليس دفاعا عن قسد ولا مناهضة لقسد. هذا خياري الثقافي والإعلامي والأدبي والأخلاقي. أنا أكون دائما أنا مع الضعفاء. إذا كانت قسد ظالمة والعربي مظلوم أنا مع العربي ضد قسد، وكنت وقلت وذكرت عشرات المرات. إذا كانت قسد ظالمة والسرياني هو المظلوم أنا مع السرياني ضد قسد، وقد ذكرت وأبديت المواقف. نشطاء سريان كانوا معتقلين عند الإدارة القسدية، وقفت مع النشطاء السريان ضد الإدارة القسدية. موقفي واضح. أنا موقفي مبدئي فيما يتعلق بحقوق الإنسان. أنا ما عندي خيار وفقوس. أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. هذا مش منطقي، مش موقفي، مش مبادئي، مش أخلاقي. فما يفسر واحد أنه أنا عندما أدافع عن قسد فأنا أدافع عن قسد أنه عندما واحد يتعمد يعني موضوع الشيطنة. وموقفه من قسد هو نفسه موقفه من الكرد، ويتخذ من قسد حجة ومنصة ودريئة ومتراس لاستهداف الكرد. طبعا أنا سأكون ضد هذا الموقف المشيتن العنصري الفاشي، دفاعا عن الضعفاء، دفاعا عن الكرد بوصفهم ضعفاء، دفاعا عن السريان بوصفهم ضعفاء، دفاعا عن العرب أيضا يعني في حال تمادى عليهم أحدهم. وأنا دافعت عن العربي في البرنامج السالف الذكر ضد هجوم عربي آخر. والآن في هذا الفيديو أنا سأدافع عن عرب قسد. هؤلاء مظلومين. هؤلاء يعني ودفاعي عن عرب قسد يعني صاروا أقلية
أقلية ضمن ظلم الأغلبية، مش الكردية، الأغلبية العربية، ويصار إلى تخوينهم وهم بالآلاف. إذا دفاعي عن عرب قسد هو في إطار دفاعي عن، يعني أنا أدافع عن المهمشين والمقموعين في الأدب وفي الرواية، كيف لا أدافع عنهم في الواقع الإعلامي أو السياسي؟ إذا أنا في المجال الأدبي أدافع عن الهويات، عن الثقافات، عن الأقليات، تعدد الأمكنة، تعدد الثقافات، تعدد الهويات، في المجال السياسي بالتوازي مع المجال الأدبي، يعني كيف سيلتزم الصمت وأتفرج أنه والله يصار إلى استهداف السريان، أو يصار إلى استهداف الأرمن، أو يصار إلى استهداف العلويين، كل التضامن مع الناقدة والأستاذة رشا ناصر، وهي الآن مختطفة، وأطالب يعني حكومة الشرع بالكشف عن مصيرها ومحاسبة الخاطفين. ما بيصير يعني يصار خطف كاتبة ومثقفة وناقدة سورية على خلفية طائفية، هذا عار. وبالتالي موقفي أنا يعني ككاتب من قضايا الأقليات، أنا مدافع محامي دفاع عنهم بوصفهم يعني حقائق تاريخية، حقائق ثقافية، حقائق آه، 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 حضارية تشكل سوريا. أي تطاول عليهم سيجدني يعني المتطاول محاميا مدافع عن السرياني في وجه الكردي، مدافع عن الكردي في وجه السرياني، مدافعا عن الكردي في وجه العربي، مدافعا عن العربي في وجه الظالم الكردي، مشان يكون الموضوع واضح وجلي. ما يصنفني البعض تصنيفات وتخندقات عقائدية وأيديولوجية. أنا يعني يعني لست مسؤولا عن آراء الناس، يعني هذا موقفي المبدئي. أنا ما عندي عداوات تاريخية مع قسد إلا في هذه النقطة: رفض هيمنة حزب العمال الكردستاني على قسد، ورفض إذعان بعض قيادات قسد لهذه الهيمنة. أتمنى الأمر يكون واضح وجلي ولا لبس فيه. لماذا يصار الهجوم على عرب قسد؟ والهجوم على عرب قسد سيكون منصة للهجوم على سريان قسد وتركمان قسد. شوفوا يا جماعة، يعني أنا لا أدافع عن قسد بوضع، كما ذكرت لا أريد أن أكرر الموضوع، يعني الذين يهاجمون عرب قسد، ليش؟ لأنه يعني لأنه قسد وقيادات قسد وإعلامي قسد والقسديين بشكل عام عربا وأكرادا، أنه هذا ليس كيان كردي صرف 100%، هذا كيان تعددي فيه عرب وكذا والقضايا هي. هذا لا يريح مناهضي قسد اللي هن في الأصل مناهضي الأكراد. وكلامي واضح لمن يريد أن يفهم، ولا يمكنني أن أكون أكثر وضوحا مما أنا عليه لمن يجيد الفهم. هذا يعني سقف إمكاناتي في الوضوح، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هؤلاء يناهضون ويشيطنون قسد ككل، ويخونون العرب داخل قسد، ولا يعني لا يسألون أنفسهم يعني لماذا هذا الاستهداف؟ قسد حررت الدير من داعش. خليني هلا احكي باللهجة البدوية، باللهجة الديرية، خليط من اللهجة الديرية والرقاوية، ما بعرف يعني اكون واضح وصريح بهالحكي يعني.
هذا يعني تحببا واستئناسا بأهل الرقة وأهل الدير وأهل الحسكة من الأخوة العرب. يا ول أنت ليش تهاجم عرب قسد؟ ليش تسترخصهم لهالدرجة؟ يا ول كأنك رجل زلمة ووشك شوارب، ما تقول عن عرب قسد والمنتسبين لقسد انه بيشتغلوا مشان 200 دولار او مشان 100 دولار. يا ول عيب 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 هذا الحكي. إذا يعني ترخص قيمة هذا الإنسان العربي اللي معه قسد بتسويه ب 100 دولار 200 دولار. أنت إذا بتشوفه هيك تعال اشتريه ب 300 دولار و400 دولار وخليه يكون معك، خليه يكون معك وفي صفك، طالما أنت تقيم العرب الأصلاء الأقحاح من شمر وطي وبقارة والجبور والحرب والشرابيين اللي مع قسد تعمل قيمتهم ب 100 دولار 200 دولار. يا ولد استحي، استحي على حالك وبطل هالكلام، بطل تستهدف العرب وهم بعشرات الألوف الموجودين قسد وترخص من قيمتهم ل 100 دولار ل 200 دولار. عيب عيب هذا الأسلوب لما ينزلق المثقف والأكاديمي وال ما بعرف شو لهذا المستوى لكي يبرر ويغطي على حضور العرب وانتساب العرب لقسد انه الموضوع موضوع 200 ل 300 دولار والمعيشة والسبب الاقتصادي والمسائل هي. انت بامكانك تجيب اموال، بامكانك تجيب اموال وترد هذه الكتلة البشرية يعني الواقع المعيشي المتردي نعم هذا موجود، لكن يعني من السخافة والتفاهة استهداف العرب في مقامهم القسدي على أنه مقام اقتصادي صرف ومحض. يول ليش ما تحكي على أبو عمشة؟ يول أبو عمشة يبعث المقاتلين العرب الشباب العرب على ليبيا، على يقاتلوا الليبيين ينقتلوا هناك، ومش هو طبعا الأتراك. منو أبو عمشة لحتى يقرر؟ فالمواطنين الشباب العرب اللي بينقتلوا انقتلوا في مواجهات مع الأرمن في أذربيجان في ناغورنو كاراباخ. يقول استحي يقول يعني انت سويت احصاء لعدد العرب الذين فقدوا حياتهم داخل قسد، سواء من أهل الدير من أهل الرقة من أهل الحسكة. يقول احترم هؤلاء الناس، هؤلاء عوائل، هؤلاء يعني لا يقلون عنك سورية، لا يقلون عنك عروبية، لا يقلون عنك إنسانية وأخلاقا. يقول ليش أنت تسويهم قيمتهم ب 200؟ ترى هؤلاء كمان يمكن يردوا عليك ها ويقدروك بميزان العربي الأصيل الذي يعني وينطوك قيمتك وينطوك حجمك. هؤلاء أيضا بإمكانهم الرد بنفس الأسلوب على من يستهدفهم، وأن هؤلاء عيب. أنا ككردي وكسوري أرفض وأدين بشدة يعني موضوع تقييم الانتساب لقسد بما يتعلق بموضوع يعني وحصر الأمر انه موضوع مادي ينشره بفلوس. يا والشمر ما تنشره بفلوس، يا والعيب عيب. البقارة والشمر وأهل الرقة ما ينشروا بفلوس. كافي عاد كافي عاد، كأنك زلمة بوشك شوارب ما تحكيك على عرب الجزيرة يا ول. يعني بصراحة الموضوع يعني
يعني طفح الكل، خلاني أنه يعني لكي تتوقف هذه السردية المشينة والمهينة للعرب التي أرفضها بشدة، أنا أتكلم يعني بقليل من الانفعال. وبعدين يقولوا لي أنت ليش تنفعل مع هذا المستوى السخيف والمتهافت في التعامل؟ واحد الإنسان يعني ينفعل. أنا ضد، أنا ونشرت بالكردي بالعربي، نشرت أنا ضد تجنيد الأخوة العرب وإرسالهم لقنديل. أنا هذه ذكرتها، شباب عرب في عمر الورد يسار إلى غسل أدمغتهم. هذا تفصيل جزء من مشكلة قسد ككل. يعني حزب العمال الكردستاني اللي يجند شباب الكرد وشباب العرب ويبعثهم على قنديل، هذا مرفوض. أنا رفضته بنفس القدر، بنفس المستوى أرفض شيطنة عرب قسد، أرفض تخوين عرب قسد، أرفض استرخاص عرب قسد. يا ولد هذول عشاير، عشاير هذول إصلاء. أنت تجي تزايد على الشمر والجبور والطي والحرب والبقارة الموجودين داخل قسد، تجي تزايد عليهم عروبتهم ومحبتهم للأرض ومحبتهم للمكان ومحبتهم وأصالتهم وكرمهم وشهامتهم، تجي تزايد عليهم. عيب عيب، بطلوه هالموضوع. يعني في تقديري أنه هنالك معضلة. النخب السورية الحريصة على سوريا ككل، والنخب الجزراوية الحريصة على منطقة الجزيرة ككل، يعني لا ينزلق المقام بها إلى شيطنة قسد كيفما اتفق. فقط يعني عنزة ولو طارت خلاص قسد مرفوضة، سوريا من دون قسد. لا، ينبغي البحث عن حلول. ما فيك أنت تكب كل هؤلاء في البحر. المنطق السياسي، المنطق الأخلاقي، المنطق الوطني يملي على الجميع أن يتعاملوا بأريحية بانفتاح لحلحلة هذه المشاكل، في وقت أنه في هنالك مجال وهامش للحلحلة. البعض يتمادى في غيه وأحقاده ضد الكرد بذريعة قسد، ضد الكرد بذريعة العرب الموجودين في قسد، وهذا بات واضحا. والمستقبل ليس لهؤلاء يعني، والمستقبل أيضا ليس لقسد تحت هيمنة حزب العمال الكردستاني أبدا، أقولها بوضوح. واللي يزعل يزعل من القسديين، من المناهض للقسديين يزعل. المستقبل للتعددية في سوريا، المستقبل لسوريا الحقيقية التي تشبه هذا التنوع. ما يطلع لي واحد أسعد الزعبي ما بعرف مين، العقيد السابق، الجنرال السابق، ويصرخ ويعيط لم يقاتلوا الأسد، يعني على أساس هو قاتل الأسد. أنا ما بعرف الجبهات اللي شارك فيها والمعارك الضروس التي خاضها أسعد الزعبي في مواجهة نظام الأسد، يعني شو هي فليذكرها لنا. يعني يكفي عرب قسد فخرا أنهم كمان كانوا شركاء في تحرير الرقة وفي تحرير دير الزور وريف الحسكة من داعش. يكفيهم شرفا وفخرا أن ثأروا لدماء الشعيطات من إرهابي داعش. فهل قيمة التي تسمى قوات سوريا الديمقراطية، مجلس سوريا الديمقراطية، في حال تحررت من حزب العمال الكردستاني،
يعني لا يوجد هنالك مبرر للاستهداف بالنقد أو كذا. سننتقد قصد على أمور أخرى، سنطوي صفحة حزب العمال الكردستاني وننتقد أداء قسد. الأمور الإيجابية التي ستظهر من قسد سنرحب بها، مثل تصريحات الشيباني. شيء إيجابي يطلع من مظلوم عبدي، من إلهام أحمد، سنرحب به إن كان حقيقيا أصيلا متوازنا. الأمور الخزعبلاتية أكيد راح تكون مثار شجب وإدانة ونقد، سواء كان مرتكب هذه الأمور هي قسد أو مناهض قسد. أنا هنا في هذه اللحظة وفي كل لحظة سأبقى مدافعا عن عرب قسد ضد العرب اللي يحاولون بشتى الوسائل استرخاص هؤلاء القسديين من العرب. وسأكون ضد من يشيطن، يعني كيفما اتفق، يعني الشيباني كان بداعش، مظلوم عبدي كان في بكك. ما تحكوا هيك يعني. بكك منظمة إرهابية وداعش كانت منظمة إرهابية. الشيباني حاليا يمثل سوريا، حكومة سوريا، يحكي كلام وطني بالكردي بالعربي، أهلا وسهلا نصفق له. الأتراك إذا حكوا كلام إيجابي أهلا وسهلا نصفق لهم. مظلوم عبدي يحكي كلام إيجابي أهلا وسهلا نصفق لهم. ما يكون هنالك ازدواجية معايير. أكراد بيجوا بيقولوا الشيباني شوفوا صورته كان بداعش، صار بنشرة، صار مدري شو. الآن الناس على ما هي عليه الآن. تقول كلام إيجابي أطلب منك فعل إيجابي كمان، ورحب بكلامك الإيجابي وأثني عليه، وأطالبك بتفعيل هذه الأقوال، سواء كان القائل الشيباني أو مظلوم عبدي. حتى حديث آخر، موضوع آخر، ألقاكم على خير.